جعان كثير؟ طب انت جعان؟ يعني عشان ناكل هالوقت بدك تكسر؟ تحب الاكل انت؟ بتحب الاكل؟ طب ايش بدك اعمل لك اكل؟ ايش بدك اعمل لك؟ بيض وشعرية. بيض وشعرية مع بعض؟ بنفعش يا بيض يا شعرية. يعطيكم العافية ويسعد صباحكم يا رب ويسعد أوقاتكم حسب ما التوقيت المحل عندكم. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وحمادة قاعد بكسر في الحطب وبدنا نجهز الحطب لحتى نولع نار ونعمل فطور. ايش بدك تفطر يا حمادة؟ ايش بدك اعمل لك فطور؟ بيض وايش كمان؟ لا هو شغلة واحدة. يا بيض يا شعرية، بس بدنا الشعرية حلو. بعد الشعرية بعد البيض بنعمل شعرية. حمادة كسر مع بابا، روح كسر مع بابا. دوق يلا دوق هان دوق. بصلها هذا البطل. خليكم معنا لحتى تشوفوا كيف يومنا راح يصير وشو راح نفطر. استنى. وهيك بلشنا تجهيز الفطور. ابو حسن قاعد بكسر في الحطب وانا راح اجهز الفطور عبين ما يولع لي نار. راح نعمل اليوم بيض ببصل وفلفل. راح نقلي بيض وبصل وفلفل، وما تستغربوا من كمية الفلفل وكبره لأنه ما بيحرق كتير يعني نوعيته. وإحنا كمان حتى لو كان حراق فإحنا من عشاق الفلفل. أبو حسن يلا ولعنا النار. ما بعرف إذا هذه الأكلة في حدا بيعملها بلاد برا. إحنا بنسميها تقريبا جز مز، يعني السوريين بيسموها هيك جز مز، مش فاكرة اسمها بالضبط صراحة، بس هيك أنا بعرف السوريين يعني اسمها. وإحنا بنسميها بيض وبصل. يعني كل حدا وإله طريقته، كل حدا إله اسمه في الأكلة. حطها هيك هنكرم الفلفل. صايبه جفاف قرن الفلفل، إله من زمان عندي. هذا بيحرق، بس هذا ما بيحرق كتير، يعني بيحرق اشي بسيط. احنا الفلفل مش حراق بنسميه خيار. يعني هذا مش حراق، خيار زي الخيار هيك بنحكي عنه. والله إله ريحة حراق، معقول؟ حاسة إله ريحة. إله ريحة والله، شكله حراق هذا القرن. شكلي هكتفي كمان واحد وبس، عشان حمادة بدي ياكل، ما بدي أخلي الأكل حراق كتير. وهيك يا جماعة قربنا تقريبا ننتهي من تكسير الحطب عشان نولع ونعمل فطور ان شاء الله رب العالمين. هذا يعني روتين حياتنا اليومي، يعني تكسير الخشب. ان شاء الله ربنا بفرجها علينا هيك وبيجينا غاز باذن الله، لانه عن جد الخشب متعب تكسيره وصعب توفيره واسعاره غالية ومكلف وغلبة في التوليع يعني. يلا خلص بابا. يلا دوق. ايوه والحمد لله على كل شيء والشكر لله. ان شاء الله لكم الاجر. حماده وقف شوي اعمل لهم لايك وضرب كفك هان قول لهم باي. هيك جهزنا حضرت البصل والفلفل والبيض. اول ما ابو حسن يولع النار هنجهز الاكل ان شاء الله.
وهي ابو حسن بولع لنا في النار علشان نعمل الفطور. تعي حماده ورجيهم ايش في اصبعك. وهنا حماده اخذ هوايه في اصابه عمل وهو قاعد بدق في الخشب. حكينا له بلاها بلاها مرض. اطلبوا له الاسعاف يا جماعه، بدنا نطلب الاسعاف. بده هالقد نطلب له الاسعاف. حماده مصاب اصابه خطيره، بدنا نوديه. وين الاسعاف يا حماده؟ اتصل بالاسعاف يجي. نتصل بالاسعاف يجي ياخدك؟ اه ولا مولعة مع حمادة وزعلان. زي ما انتم شايفين بنولع في النار عشان نعمل الفطور. لا مش من هنا يا ماما. وهي هيك يا جماعة بلشنا تجهيز الفطور. حطينا زيت ذرة وزيت زيتون. حركي يا ابو حسن. طاب اصبعك. اعملوا. في 3 حبات فوق. فريم ولا لا ما اعتقدش بيكون قديم، بيكون شويه لونه متغير. انا بقول دقيه مع فلفل. هاي يا جماعه ان شاء الله عدوا جهز الفطور. تعال يا حماده عندي، تعال حماده بستنى الفطور. تعال جنبي. حماده زعلان عشان خبط في اصبعه. حماده وهو بدق يا جماعه انخبط في اصبعه. طلبنا له الاسعاف وعنده اجر اسعاف ياخذه. تعال يلا يجي تعال الاسعاف جنبي. ياخدك. حماده تعال شوفه. حردان وملزق فيي انا. رد على تعال شوف بابا. إصبعك، تعال هو حردان على بابا كانه هو اللي خبطه مثلا. طب انا ايش ذنبي يعني؟ انت اللي خبطت حالك. حرك البصله يا واحد. وهان يا جماعة البصل بلش يدبل، بس الخشب مغلبنا والنار مغلبانا ضلها تطفي زي ما انتم شايفين. حسن لسه بكسر لنا خشب صغير صغير لحتى نحط في الكانون. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر، ما نحط في كانون كبير ونعمل على قد الطبخة، بما انه يعني اكلة صغيرة هيك على السريع، فما حبينا نطبخ على الكانون الكبير وقلنا قررنا نعمل على الكانون الصغير. فمغلبنا بتوليع النار والبصل إلها ساعة لحتى الآن مش كاينة. هلقيت يا جماعة رح نطق البيض بعد ما طقوا عينينا من النار. خنقنا. هاي معاناتنا بالنار، توليعة النار. خنقنا. اللي معه حساسية بصدره بيعرف شو معنات النار. وهيك حطينا البيض وهالرش ملح. اخر اشي بنحط الفلفل الاسمر. بنحرك البيض مع البصل. اضطريت عشان النار ما تخنقنا اضل رافعه القلايه هيك عن النار. انا طول هي القلايه نايمه على الهي بتخنق. حطها بلكن خلصنا. تعلل ان شاء الله ما تخنق تاني. عندنا 500 خزق خزق. وهيك بعد ما تخنقنا وتيتنا من ورا النار ننهي فيديو لحد هنا. وان شاء الله يا رب كل ايامكم سعاده وفرح وهنا. وهي فطورنا جهز، عباره عن بيض بالبصل او جزمص. ويعطيكم الف عافيه ومع السلامه.